اول فكره حضرتك الفت عنها كانت ايه؟ اول روايه كتبتها كانت روايه ريم، وكانت بتدور احداثها حوالين قط اسود الراجل بيشتريه، وبعدين بتبدا تحصل مغامرات غريبه، بيحاول يوصل لاصل القط الاسود ده، وبتخش في مغامره في عالم سحري. لو رجعت لاول نص انت كتبته في حياتك هتقيمه ازاي بعقليتك دلوقتي؟ والحقيقه طبعا الانسان بيكتسب خبرات وبيتطور مع الوقت، فاكيد النص ما كانش، لو بصيت دلوقتي مش احسن حاجه انا كتبتها، لكن بعتز بيه من الابن الاول يعني. ايوه. طب مين اول واحد انت استشرته في اول اعمالك؟ الحقيقه انا بدات كتابه في سن صغير، كان عندي 12 سنه، وكانت والدتي، وكانت كنت بكتب في كشكول كده وهي كانت اول حد قرا اللي انا كتبته وشجعتني ودعمتني يعني. جميل جدا. طب لو هتهدي نصيحه لواحد حابب يدخل مجال التاليف جديد هتقول له ايه؟ اقول له ما يستعجلش وياخد وقته ويثقل موهبته، مش دايما المسوده الاولى هي افضل حاجه احنا بنكتبها، يحاول يكتب مسوده واثنين وثلاثه لحد ما يوصل لحاجه هو راضي عنها. طيب لو هتهدي عملك الاول لحد هتهدي لمين؟ ههدي لزوجتي. كتاباتك خاصه باحداث حياتك ولا بتبقى مستوحاه من احداث خارجيه؟ لا انا بحب اكتب في الفانتازيا والخيال العلمي، فاغلبها بتبقى حاجات خارج عن المألوف يعني. جميل جدا. طب اوصف اول عمل ليك في جمله واحده. سحر الشرق.